هتاكلي بطيخ ولا تاكلي كيكه ولا تشرب لبن ولا مش عارف هي عايزة اساسا. النهارده عمالة تكاكي مع ان هي مش وش كاكية دي ولا حاجة. خد ده بتاكلي كيكه. خدي كيكه. هي بتاكل كيكه هي صح كده مش عايزة بطيخ هي دي مش وش كيكه. خد تصدقون الواحد بياكل الفراخ كيكه. حد شاف ان الفراخ تاكل كيكه؟ حلوة صح؟ حلوة؟ مش هتتكلم هي ولا هتتكلم مش فاهمها. تشرب لبن؟ بالنسبة للفراخ أي حاجة تاكلها على فكرة. بس ما ينفعش نديها أكل محمض. يعني الأكل محمض بيأذي الصحة بتاعتها. لكن لو عندك أي حاجة مثلا مش محتاجها ممكن تسويها نص سوا وتديها للفراخ. مش معنى ان انا قناة فراخ بديها كل حاجة بايظة وكل حاجة محمضة. هو ماشي الفراخ هتاكل اي حاجة حتى لو هي مليانة دهون. بس كله طبعا هيجي مع البيض ومع الصحة بتاعتها. لو انت فيما بعد هتاكلها هتحس ان هي بتخلي صحتها تعبانة كده وتعيا. دلوقتي انا هعمل ايه؟ هزرع العنباية دي. المشكلة بس ان هي التربة تعبانة. بس ان هي كلها زلط. ممكن يكون النمو بتاعها بعد كده هيبقى ضعيف خالص. لكن انا هزرعها عشان خاطر الدنيا صيف. وممكن هي بعد كده عادي ايه مش هتقدر تتحمل لو عطشت. انا اعملها كده اهو بحيث ان هي تاخد على التربة. وبعد فترة لو انا عايز اطلعها وازرعها في الارض دايما كده. بس حتى لو انا عطشت منه ولا حاجة ما تموتش. اركب لها دعامة. دعامة دي عشان خاطر لو في شوية هوا شوية ريح ما تتكسرش. وهي تطلع عليها يعني عنب اصلي نبات متمدد زي ما يقول ولا متسلك. فلازم تلاقي حاجة تطلع على شوية الهواء اللي جايين حلوين خالص كده اهو. حتى جت طيور ولا اي حاجة من غير ما نعرف ما تاكلهاش. شايفين هنا في الارض الدائمة الباذنجان لسه ما زهرش. مع ان اللي زارعه في القصريات برا ربى ثمر. ودي الحياة اللي تختلف يعني بين الحياة دي واللي في القصريات. دلوقتي عايزين نزرع هناك كده الركن اللي هناك دواتي. دلوقتي هنكمل باقي الشتلات. فاضلين معانا 3 4 بحيث ايه نخلص ونروي كله مع بعضين. المشكلة بتاعت التربة اللي هنا ان هي تحس ان هي زلطية.
يعني مفيش سباخ نجيل الانال، مفيش سباخ كده بتاع روث بهايم ولا بتاع نار ولا حاجه زي كده تحس ان هي مفتوله. ابتدت نموتها تبقى حلوه العنبايه دي لو كانت ميته. كل ده عايز يتلم. الريحان ده بس انا عامله على اساس يربي ريحه ويبقى حاجه حلوه كده عشان الدبان والحاجات زي كده. بيقولوا ان الريحان والحاجات كلها اللي بتربوا برفومات دياتي بتطفش الناموس، لكن معلومه مش واثق منها بصراحه. وطبعا لما تعمل حاجه زي كده لازم أن يكون الجدر بتاعها كله مغطاي. شايفين؟ المفروض تكون فرع من دي، بس الله اعلم الفراخ عملت ايه. كده القصبة اللي جبناها في شهر 8 اللي فات باظ، كتر المية ولا جو حرارة. مش كل حاجة هنا مثلا تنفع زي مصر، في حاجات تنفع وفي حاجات متنفعش. الجراود عندي ما نفعش انا هنا في الضلة، بس انا عملته كده بحيث زي شتلات. يعني زرعته في الكبابة دي بعيد بقاله زي 10 ايام وزيادة، ودلوقتي بعمل له نظام شتلات او اشتري. نزل علينا النساية دي عشان يناوب الكبابة برضه هنزرع فيها حاجات تانية. اسهل ما يمكن زراعة الشتلات زي كده. اهم حاجة متكسرش الجذر بتاعها. تسقيهم بعدها على طول. هي التربة لينة عشان خاطر النطرة كان كتيرة، لكن لازم يشربوا عشان الجذر ما ياخدش هوا. خلاص الواحد كبر عجز يعني. يلا بينا. مرحبا اخواتي، مرحبا كيفكم؟ جايبكم بطيخ مسقع عنوبي ومنجالي. اوه شاطر انت. وانت هتاخد واحدة ولا حد يديك؟ خد واحدة، خد واحدة. خد انت صغنطوطو، خدها، خد يا ابوي. دي لسه ما اتاكلتش. بطيخ للي عايز بطيخ، بطيخ. ماله ارنب ده زعلان ليه؟ خدها بطيخ. هادي نايمة هنا في الساقعة دي. هنا اهو. اطلع في بطيخ. طيب كده دول كل واحد عندهم واحدة، مش هيفضل هاكلوا عاديهم ولا عايز حد ياكلهم. بطيخ للي عايز ياكل. بطيخ. خد لك واحدة بس، خد واحدة وامشي. خد لك انت واحدة ما تكسفش. ايوه طب كويس. انت خد لك واحدة، واحدة بطيخ. اللي مش عايز بلاش عادي يوفر. خد لك واحدة بطيخ. خدها وامشي، خدها وامشي. برافو. خد لك واحدة بطيخ. تاكل بطيخ.
وانت يا صغنطوط تاكل بطيخ؟ هتقول انت ولا انا؟ واحدة بطيخ، بطيخ واحدة. انت تاكل كيك خلاص، خدي كيك انت. الابيض ده. دخل دي. شوية انا اجيب لكم بطيخ. كل الدجاجة، خدي دول معاك انت، كليهم والله حلوين، لسه متاكلين النهارده مش وحشين. يا ترى في بيض ولا لا النهارده؟ هي واحدة بس يتيم، بس اخليها عشان ممكن تبيضوا عليها زي العقوبة كده، خليه. انا هجيلكم بعد شوية، والله بعد شوية اجي، يمكن ما الاقي ثلاث، عشان هم ثلاث فرخات. خلصنا مارشلينو، وعشان الجو حر وخايف على الانارب بتاعتي جبت لهم مروحة بشغلها في وقت النهار، بس بشغلها على حاجة هادية كده بحيث ان هي ما تتعبش الانارب، وعادي يعني. اهم حاجة تكيف المكان للانارب. والجردل ده جبت له خرطوم وشغلته على طول دايرة من الحنفية، هو يفضى زي السفن بالظبط، يفضى يملى لوحده وهكذا، لأنه شغال بالبلبلة بتاعته هنا دي. شايف ده كده؟ شايف؟ ودي آخر شتلة، الشتلات مليانة مية. بص الجذور بتاعتها ازاي، المعمولة في تربة خفيفة. تربة خفيفة دي اللي احنا بنشتريها من الماركات، عشان اللي مش عارف ايه هي التربة الخفيفة. دلوقتي مبلبل التربة. نسيت اوريكم سيبة الافوكاتو اللي انا كنت زارعها من البذرة، نقلتها في الصيص كبير، رب زي 6 ورقات، 1 2 3 4 5 6 7. حلو. اي بذرة انت عايز تزرعها تعمل لها استنبات في الاول. استنبات يعني ايه؟ تزرعها في صيص صغير في مية في حاجة كده، تشوف في الانترنت بتزرع ازاي، ومفيش حاجة صعبة. تهيألي هنا كده دول مش عايزين يزرعوا على طول على طول. دي حاجة تانية متزقتش يا جماعة، تشرب دي. وكده يبقى خلصنا موضوع الشتلات وزراعة، وعملنا السور بتاع الفراخ. قاعد بس ان احنا نعمل ايه، نطلق الانارب في الحتة اللي احنا عملناها. نقفل لهم عشان ايه كده، نقفل عليهم على اساس
الفرخة دي اصل شاطرة شوية، او رباية عز لسه واكلة جاتوه شوية. الكوزي هاي نحط السلك وتتربط وكده يبقى وسط. بعد كده هنشوف على السباجية اللي هيتم فيهم. هو اول ما يكبروا عادي يعني يبقى عاليين، انا بالنسبة لي هطلق الفراخ تاني بس يعني، لان لما الفراخ بتلعب في الحاجات زي كده بتاخد منها بيض على طول ما يتقطعش. لكن انا كنت محتاج ان انا ازرع حاجات، احس الذره دياتي ممكن تبقى للانارب حاجه زي كده يعني، حاجه حلوه بصراحه. نتمنى ان يكون الحلقه دي عجبتكم، و انتظرونا في الحلقه الجايه باذن الله. هيكون فيديو برضه يعني، احنا بنعودكم كل اسبوع يبقى في حاجه جديده في المحميه. اي نعم المساحه مش كبيره، لكن بيبقى عندنا تغير على طول. كده يبقى فاضل ان احنا نقفل الركن اللي هناك وننظف الحته اللي هنا دي الانجل ده ونطلق فيه الانارب. بس مش عارف الانارب عندها تطلع من دي ولا لا. الكبار ما كانوا بيطلعوا، لكن الوقت انا هطلق حاجات صغيره. برضه هنعمل تجربه ونشوف، بحيث ان انا مش عايز ان انا اطلق الانارب وبص الاقيهم جوه هناك، اللي ما تاكلوش الفراخ تاكل الانارب، يبقى انا كده الموضوع مكسل. نشوف في الايام الجايه، متنسوناش باللايك، الدعم بتاعكم الجميل، والى اللقاء.